اهل القرية لقوا نص جسم لبنت مدفون في الارض، واتصلوا بالشرطة، وجات الشرطة وجابت معاها الكلاب البوليسية علشان خاطر يلاقوا كمان جثة شاب مدفونة بعدها. ومن هنا تبدأ تفاصيل الجريمة المرعبة اللي هزت الشارع المصري، واسمعوها معايا من البداية. قبل ما نسمع صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تبدأ حكايتنا في قرية ريفية اسمها الكنيسة تابعة لمحافظة الجيزة، وكانت الحكاية لأسرة الحاجة رئيسة. كانت أسرة بسيطة جدا، كل حلمها في الحياة الصحة والستر، وكانت مكونة من ان هي الحاجة رئيسة ست كبيرة وعلى نيتها وفي حالها، وكانت عندها 3 ولدين وبنت. اول ولد الكبير كان محمود وعنده 23 سنة، والاصغر منه نور وكان عنده 20 سنة، والبنت الصغيرة كانت 17 سنة، وكانت طبعا قاعدة في البيت ما بتعملش حاجة غير ان هي مستنية اللي يجي يخبط على بابها ومستنية عدلها. كانت خام جدا وملاش في اي حاجة، كانت قاعدة في البيت وبس، لحد لما يجي محمود الاخ الكبير ويتصاحب على محمد اشرف. محمد اشرف ده كان معروف عنه ان هو سيء الخلق، وطبعا كان ليه صحيفة جنائية وتم القبض عليه اكتر من مرة، وكان شغله الاساسي المخدرات. اتعرف على محمود وتصاحبوا على بعض جدا لدرجة ان هو دخله بيته وبقوا يقعدوا مع بعض اليوم كله، وطبعا كانوا بيقعدوا في قعدة مزاج. وهنا محمد اشرف علمه شرب المخدرات، طبعا كان بيجي في البيت وبيجيب الحاجات دي ببلاش علشان خاطر ان ده شغله الاساسي. وبدأت القعدة كل يوم تتقعد في بيت الحاجة رئيسة اللي كانت هي يا عيني على نيتها وما تعرفش هما بيقعدوا بيعملوا ايه. طبعا والقعدة كانت على حساب صاحب المحل، يعني على حساب الراجل عشان بيشتغل في المخدرات، لحد لما جر اخوه كمان الصغير اللي هو نور. وبدأت قعدة المزاج تتم في بيت الحاجة رئيسة كل يوم، لدرجة ان محمد اشرف ده اصبح زي ابنها الثالث، وبقى كل يوم متواجد في البيت حتى لو هم مش موجودين، بحجة ان هو مستنيهم لما يرجعوا من الشغل. طبعا هو يومهم كان بيمشي عادي جدا، 2 بيصحوا الصبح ويطلعوا على اكل عيشهم لحد لما يرجعوا ويجيبوا اللي فيه النصيب، والاخت الصغيرة بتساعد مامتها في البيت. طبعا فضل محمد اشرف كل يوم بيجي البيت بحجة ان هو بيسأل عليهم، لحد لما اتعرف على اختهم صفية اللي هي الاخت الصغيرة. وطبعا البنت كانت خامة ملاش اي تجارب سابقة، لحد لما وقعها في براثن خطته الشيطانية ان هو يوقعها في حبه. وفعلا البنت حبته وضحك عليها بان هو هيتجوزها، بس الظروف بس انها تستنى عليه شوية، لحد لما خلاها تقيم معاه علاقة محرمة، وكان بيخليها كل يوم تقابله في عشة في الارض الزراعية، وتروح وتمشي في الارض الزراعية ويروحوا يتقابلوا هناك كل يوم، لحد لما سيرتهم بدأت تطلع بين الناس، لان في ناس كتير شافوهم وشافوا صفية اختهم وهي بتمشي في الارض الزراعية، ومحمد اشرف بيبقى مستنيها وبيخشوا في عش شخوص وما بيطلعوش منها. وهنا طبعا بدأت التساؤلات، واستغربوا الناس ان ازاي محمود ونور يدخلوا بيتهم صاحبهم اللي اسمه محمد اشرف ده، وان هم يصاحبوا اصلا حد من النوع ده ويأمنوه على بيتهم وعلى امهم وعلى اختهم الصغيرة. لحد لما الكلام وصل لمحمود ونور، وعرف ان محمد اشرف ده خاين، وان هو خان الصداقة وخان حرمة البيت. وطبعا الكلام وصل لهم، وطبعا اخوه نور قعد يقول لمحمود كبير انت السبب، انت اللي دخلته في بيتنا، وانت اللي عرفته علينا، وانت السبب، وشيل انت المسؤولية كلها. وطبعا فضلوا يعني يتخانقوا مع بعض بسبب النقطة دي، لحد لما اتفقوا ان هم يراقبوها. قرروا ان هم يراقبوها عشان يشوفوا صحة الكلام من عدمه. وفعلا قرروا في يوم ان هم الاتنين ما يروحوش الشغل، ودخلوا وفضلوا نايمين. جه الصبح الساعة 9 جه محمد اشرف يخبط على الباب عشان تفتح له اختهم صفية، وبتقول له ان اخواتي ما راحوش النهارده الشغل ونايمين لسه وهيصحوا على الظهر كده. وزي ما يكون كده محمد اشرف قال لها حاجه مش مسموعه، لان طبعا اخوها نور كان واقف وبيسمع من ورا الباب، لكن ما سمعش هو قال لها ايه، لحد لما سمع باب البيت بيتقفل بعديها ب10 دقايق. بيخرج عشان يشوف مين اللي خرج، يلاقي ان اخته صفيه خرجت من البيت، مع ان يعني الوقت لسه بدري والساعه 9 الصبح. خرج وراها وفضل ماشي وراها لحد لما لقاها داخله في الارض الزراعيه ومستنيها هناك
الخاين محمد أشرف، ولقاهم دخلوا العشة مع بعض. هنا طبعا ما كانش عارف يتمالك نفسه، لكن قال برضو بينه وبين نفسه مش هينفع ان انا اواجههم لوحدي، هما 2 وانا 1 وممكن يتكتروا عليا. رجع جري طبعا على اخوه محمود وبيصحيه من النوم وقال له قوم تعالى انا شفت اختك في الوضع الفلاني. قام محمود جري وراح على المطبخ جاب سكينتين، سكينة ليه وسكينة لأخوه محمود، وجريوا هما الاتنين لدرجة ان هو جري وهو حافي من غير ما يلبس حاجة. جريوا على العشة وفتحوا الباب، فجأة يلاقوهم هما الاتنين قاعدين في وضع غرامي لكن كان بكامل هدومهم. هنا طبعا صار الأخ كبير وفضل يجري ورا محمد أشرف اللي هو فر هاربا وساب البنت اللي اسمها صفية تواجه مصيرها لوحدها. طبعا محمود جري وراه لحد لما جابه، وهنا اداله 3 طعنات لحد ما اتأكد ان هو مات. وطبعا دفنه في المكان اللي هو قتله فيه، ورجع على العشة يلاقي اخوه نور وهو رابط صفية ومكتفها وعمال يضربها برجليه في بطنها وفي ظهرها. وطبعا هنا خدوها وطلعوا بيها بره العشة، فضلوا ماشيين بيها لحد لما جم في مكان وقرروا ان هم يحكموا عليها برضو بمصيرها، وادوها طعنات لحد لما ماتت. واتأكدوا انها ماتت قسموا جسمها بالسكينة نصين، نص دفنوه في مكان الواقعة مكان الجريمة، والنص التاني خدوه فضلوا ماشيين بيه لمكان بعيد شوية أبعد من مسرح الجريمة، ودفنوا النص التاني وخلاص نظفوا هدومهم ورجعوا على بيتهم. لحد طبعا لما الحاجة رئيسة قعدت تدور على بنتها ومش لاقياها، وراحوا طبعا عملوا بلاغ في الاسم بالتغيب، عملوا محضر تغيب لصفية اللي متغيبة بقالها يومين، لحد لما اهالي القرية لقوا نص جسم صفية اللي مدفون في الارض. وطبعا هنا بلغوا الشرطة وجات الشرطة بالكلاب البوليسية، وطبعا لما الكلاب البوليسية لقت جسم صفية ولقت النص التاني، طبعا هنا اصابع الاتهام راحت لمحمد اشرف اللي هم سمعوا حكايته مع الاخت صفية من اهل القرية. وهنا طبعا قالوا ان هو طبعا السبب في مقتلها لانه كمان هو متغيب في نفس يوم تغيب صفية، فكان هو ورا الجريمة. لحد لما الكلاب البوليسية لقت كمان جثة شاب، وهنا بعد ما ودوه المشرحة وعرفوا ان هو ده محمد اشرف، هنا بس تأكدوا ان دي قضية شرف وان اخواتها الاتنين هم اكيد اللي وراها وهم اللي متهمين بيها. وفعلا راحوا البيت عشان خاطر يقبضوا عليهم طبعا، لكن محمود اول ما شافهم هرب وجري ومحدش عرف يجيبه، وقبضوا على نور. ونور هنا قعد يزعق وقعد يقول منه لله محمود هو السبب، هو اللي دخل الشيطان دوت بيتنا وخلى امي تفقدنا احنا التلاتة، تفقد بنتها واحنا الاتنين كمان اهو هنتسجن او هنتعدم. وطبعا بعديها بيومين قبضوا على محمود وودوهم طبعا هما الاتنين راحوا على محكمة الجنايات التابعة للجيزة، وتم الحكم عليهم ب15 سنة سجن. وده يخلينا ان احنا نرجع ونقول بيوتنا خط احمر، وزي المثل الشعبي ما قال صاحبي وصاحبك على القهوة لا روح بيته ولا دخله بيتي، علشان خاطر النفس أمارة بالسوء. وربنا يحفظكم ويحفظ ولادكم وأولادنا. كانت معكم مي علي، دمتم في حفظ الله.